إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يختطف النفوس ويحطم ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم في كفه اليسرى السقاء يقل وبكفه اليمنى الحسام المخدم. أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدره صعدته الفرات المفعم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه. والله يحكم والله يقضي ما يشاء ويحكم حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حدهن لأحسم فهوى بجنب العلقمي فليت للشاربين به يداف العلقم ماذا جرى على العباس. جاء إلى مصرع أبي عبد الله فمشى لمصرعه الحسين وطرفه ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينها متقسم ألفاه مخسوف الجمال كأنه عباسا بدر بمنحطم الوشيد معندم قد رام يلثم
حر الحديد من حدين فيلثم نادى نادى وقد ملأ البوادي صيحة. ماذا قال وعباسا؟ نادى وقد ملأ البوادي صيحة من هولها صم الصخور تتحطم. جواب العباس وقطع العدد فوفي يا خويا والعلم ما بالعجل شوف البرقة يا حسين شيا طاح العلم يا ابو علي وما اقدر اشيل مال العلم يا ابو علي والقربة ثقيل. طاح العلم يا حسين خل ضغام يجي لا ينكسر جيشك يا بن حيدر يا سردا. سيفي بسني والصراع يسحب بالتراب والدم نزفته والقلب يا ابو علي ذا. هذا السحب ناشب بعيني يا بن فدوى خيالك ما بقت لعضيدك احوال. لكنما الامر والمرجع لله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله تعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طهروا قلوبكم ومجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل. اللهم وعجل لوليك الفرج والنصر والعافية اجعلنا طوع يديه فرج به عن المؤمنين يا رب العالمين. الإنسان بين الأنا والنية ويمر بحثنا عبر نقاط. النقطة الأولى الفرق بين الأنا والنية. النقطة الثانية النية سبيل التكامل الإنساني فما هي مقومات التكامل. النقطة الثالثة الإنسان بين الأنا والنية اجتماعيا. هذا بحثنا ونسأل الله قبوله والتوفيق فيه. الإنسان مجبول على حب ذاته. لا يوجد إنسان لا يحب نفسه. حب الإنسان لذاته أمر جبلي، يعني لا يوجد إنسان مهما كان دينه، مهما كان معتقده، مهما كان
لونه، مهما كانت لغته، مهما كان في أي زمان أو أي مكان، لا يحب نفسه. كل إنسان يحب نفسه، لكن حب النفس في ذاتها هل هي أمر سيء أو حسن؟ قطعا أمر حسن. حب الإنسان لذاته يحقق له أمور، يحقق له أن يستجلب الخير إلى نفسه، يحقق له البقاء، يحقق له الإنتاج والفاعلية، أن يكون لديه فاعلية وإنتاج. إذن حب الإنسان لذاته ليس أمرا شائنا، ليس أمرا قبيحا. عندما تطلق كلمة هذا يحب نفسه، إذن ما معناها؟ حب الإنسان إلى ذاته لا بد أن نلتفت إلى فرق بين الأنا والإنية. كلمة الأنا، شنو الأنا؟ الأنا يعني ذات الإنسان مجردة من النظر إلى الدين وإلى القيم وإلى المبادئ وإلى غيره من الناس، يعني الأنانية. الأنانية تخلق في الإنسان الغرور، الأنانية تخلق في الإنسان عدم الرحمة، الأنانية تخلق في الإنسان أن يكون إنسانا جامدا لا يتحرك ولا يشعر. الأنانية تخلق في الإنسان أنه لا يحب الخير للآخرين. لاحظ شخص من الأشخاص في الأزمنة السابقة كان من حبه لذاته وأنانيته لا يستطيع أن يرى أحدا عنده خير. ما يقدر بعد، ما يتحمل من يشوف أحد بعد عنده خير غيره. هذا يكون كمن وضع على نار يشوى بها، يعتلج في نفسه، يصير عنده حالة من الغليان الداخلي. جاره عنده تجارة جيدة رابحة، وهذا توفيق. ترى التجارة مو بس شطارة، التجارة توفيق أولا. هذا الشخص جاره تجارته رابحة، فطلب من غلامه هو أن يذهب معه إلى بيت جاره ويذبحه، يعني غلام يذبحه ويتركه في بيت جاره الوقت الذي يكون جاره غير موجود، حتى يتهم جاره بأنه هو الذي قتله. شوف شلون قال له اذبحني، حتى ما يقدر بعد يتحمل. إذا النفس التي تكون أنانية ربما يصل بها الحال أنها لا تستطيع البقاء. لذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لذكره الشرف والصلوات، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، يحاول أن يبعد الإنسان عن الارتكاز على الذات التي تسمى بالفردانية. الفردانية وهو نظرية أو وهي نظرية يتبناها الغرب. ما هي الفردانية؟ ظاهرة اجتماعية عندهم. الإنسان لا يهتم بالآخرين إطلاقا، المهم أنت. شلون؟ أعطيك مثال، ربما بعضكم رأى قبل مدة، ربما شهور أكثر، سنة، في الصين طفلة تمشي، فجاءت سيارة كفانا الله وإياكم وربما مرت على بعضكم، اصطدمت بالطفلة والناس تمر ولا كأن شيء يكون.
لماذا؟ لأن المهم أن يحصل هو على الكاس الدقيقة التي سيقفها ليرفع هذه الطفلة عن الطريق، ربما تعطله عن الكاس. هو يرى ذاته أنها الذات التي تستحق أن يبذل لها، باقي الذوات لا تستحق. ولذلك يعيشون المجتمعات الغربية يعيشون حالة من الفردانية، بحيث لا صديق عنده ولا أنيس له، فيأنس كرمكم الله بالكلاب والقطط. موجود لو لا؟ ينبسط ويا الكلب وما عنده أصحاب. صاحبه الله يكرمكم كلب ياخذك. شلون هذا الشيء؟ يأنس به، يخرج معه إلى السوق، يخرج معه إلى الكورنيش، يخرج معه إلى ذاك مجتمع ليس لديه أنس ببعضه، لأنه ما يوجد روابط، الروابط مصلحة فقط. فلما نستورد هذه الظاهرة، ما أدري الحسبة على شبابنا، ما تقدم لك شيء. هذا كلب من الذوات النجسة، لو ولغ أو لامس رطوبة بدنك أو ثيابك أو سيارتك أو بيتك أو سجادتك، شلون تصير كل يوم بس أنت بس هتنزف له الماء وتغسل وتطهره؟ إذن هذه القضية لازم نتفق. على أي حال هذه جاءت استطرادا. إذن الفردانية حالة يعيشها الغرب، لأن الارتكاز يكون على ماذا؟ على الذات. ليس هنالك اندماج اجتماعي. الاندماج الاجتماعي ربما يحاول الغرب مثلا أن يحدث مؤسسات اجتماعية، أن يحدث مثلا افترضوا بعض المناشط الاجتماعية ليجمع الناس، لكن بمجرد أن يخرجوا لا عارفون ولا معروف. ولكننا يجمعنا شيء أكبر من المصالح، شيء أكبر من الجيرة، شيء أكبر من النسب، شيء أكبر من نفس البلد، شيء أكبر من المعرفة. يجمعنا الدين والقيم، يجمعنا محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل. لهذا إلا أنا يعني النظر إلى الذات مجردة عن النظر إلى الله عز وجل، ما يوجد نظر إلى غير الذات. القرآن ذم النظر إلى الذات، ذم الأنانية. إلا أنا يخلق في الإنسان طاغوت. ارجع القرآن الكريم، تبدأ هي قضية، تبدأ بماذا؟ ببذرة. بذرة يقول أنا ولتحترق الأمة، المهم أنا أنجو، المهم أنا أسعد، المهم أنا. شوف لاحظ القرآن الكريم، لو راجعت الآيات ستجد أن كلمة الأنا مذمومة، بغض النظر عن كلمة الأنا. راجعت كل الآيات التي فيها أنا، الآيات التي فيها إني، التفت إلى كلمة أنا، ما فيها كلمة أنا في القرآن الكريم. إذا كانت من إنسان غير نبي ماذا يقول؟ ترتبط بالغرور، ترتبط بالكبرياء، ترتبط بالمكابرة. أعطيك على سبيل المثال في المكابرة، عندما إبراهيم عليه السلام جادله قومه وجادله ملكهم، قال إن الله يحيي ويميت. قال أنا شنو؟ أحيي وأميت. بعد صرت أنت إله بعد. أنا أحيي وأميت. شلون تحيي وتميت؟ الله يحيي ويميت معلوم. قال نعم، آتي بإنسان أحكم عليه بالقتل، بمجرد أن يصل السيف إلى عنقه أقول عفوت عنه فأكون أحييت الميت. الله عافية.
وما مات هو حتى تحييه. لاحظ، قال فإن الله يأتي بالشمس من وين؟ من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن في مقام الجدال، في مقام النقاش، يريد أن ينتصر إلى نفسه. أما الإنسان إذا اتجه إلى الذات وجعلها المحور، فرعون ماذا يقول؟ قال أنا ربكم الأعلى. ليش؟ لأن إله هوى. إذا جعل الإنسان القائد له الهوى والغرائز والشهوات يصل إلى أن يكون فرعون. ما الذي أوصل الحجاج إلى ما أوصله له؟ الأنا. ما الذي أوصل يزيد إلى ما وصل له؟ الأنا. ما الذي أوصل مروان إلى ما أوصله له؟ الأنا. المتوكل الأنا. ما الذي أوصل جرذ العراق إلى ما وصل إليه؟ الأنا. الأنا هذه تصل بالإنسان. يقول واحد الآن أنا مسلم، أنا مثلا معتقد بأهل البيت، لكن إذا لم تهذب نفسك، إذا جعلت نفسك مقطوعة عن الله، تصل بك الحالة إلى أن يكون إلهك هواك الأمار بالسوء. فلنأتي الآن إلى الإنية بالصلاة على محمد وآله. اللهم صل وسلم على محمد وآله. الإنية في القرآن الكريم يعني شنو الإنية؟ الإنية مشتقة من الأنا، ولكنها بلحاظ العبودية لله. يعني أنا إنسان لكني مربوط، أو فلنقل لكني مرتبط بالله أشد الارتباط، بحيث لا أريد إلا ما يريده من؟ لا أحب إلا ما يحبه هو، لا أكره إلا ما يكرهه، لا أذهب إلا إلى ما يحب وإلى ما يأمر. فلاحظ، ارجع القرآن الكريم على مستوى أن هذا الإنسان إذا أراد أن ينجب ولد خوف سيأتي، نسأل الله أن يرزق المؤمنين والمؤمنات كل خير. لاحظ، هذا الإنسان إذا حملت زوجته، إذا كانت متدينة تحب أن يكون ولدها ولدا شنو؟ صالحا طيبا كما تقدم في الذرية الطيبة. انظر إلى امرأة عمران، قالت إني نذرت ما في بطني محررا. هذا على مستوى أنها حتى هذا الجنين تريد أن تربطه بالله سبحانه وتعالى. إني إبراهيم إني وجهت وجهي للذي، يعني جعلت كل معاملاتي وكل ما أتحرك فيه وجهته لمن؟ للذي فطر السماوات والأرض. بعد على مستوى العيال، على مستوى رزق العيال، على مستوى معيشة العيال، نحن نرزقكم وإياهم. بعض الناس يفني عمره لا تجده يذهب إلى مكان عبادة ولا مكان طاعة ولا يختلط بأحد. وين قال عمل؟ زين شنو انت اهل طول اليوم عمل عندك وقت اكيد. قال لا، بعد العمل اكون فقط اروح اشتري وارجع. زين بس انت هم كله بس تشتري، هذا فلست معناها. صلى الله عليه وسلم كل فقير مو هالشكل. اسمع القرآن ماذا يقول على لسان إبراهيم. قال إني أسكنت ذريتي بواد غير، يعني ما في مقومات الحياة، غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لاحظ، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من ويش. إذن الله هو الرازق. لما أربط عيالي وأربط رزقي بالله تبارك وتعالى سيكون رزقا طيبا، ستكون الذرية طيبة.
بالنسبة إلى الإنية، إذن الإنية في القرآن الكريم يعني ارتباط الإنسان وعبوديته لله تبارك وتعالى. طيب هذا الفرق. السؤال إذن الإنية هل يمكن أن يصل بها الإنسان إلى الكمال؟ واحد يقول شنو يعني المتدين يعني يقدر يوصل إلى الكمال؟ نعم، مو على مستوى الدين فقط، على مستوى العلم، على مستوى الإنتاج، على مستوى العلاقات، على مستوى الفاعلية. يوجد أمثلة كثيرة لمتدينين لهم عطاءات وعطاءات سواء في زماننا قبل زماننا. الدين لا يغلق المنافذ للإبداع، الدين يدفع الإنسان للاستقرار ويعطيه طرق الوصول إلى الكمال في كل شيء. لاحظوا الشيخ البهائي رحمة الله عليه، الشيخ البهائي بهاء الدين العاملي، شيخ البهائي على مستوى الفقاهة فقيه، على مستوى التأثير الاجتماعي أثر في إيران في وقتها بحيث أصبح كلامه لا يمكن أن يتجاوزه أحد. أثر فيهم مع محبة، مو قضية أنه متسلط عليهم، لا، محبة. إذا أطاع الإنسان ربه حبب القلوب إليه. لاحظ الروايات أيضا القدسية على مستوى مثلا على مستوى المخترعات. الشيخ البهائي اذهبوا اقرأوا شبابنا عن علمائنا، اقرأوا من الذي يخترع ومن الذي ينتج ومن الذي يأتي بأمور تنفع البشرية من المسلمين غير مدرسة محمد وآله. اللهم صل وسلم على محمد. لذلك تجد أن الإنية توصل الإنسان يعني العبودية، يعني التدين، يعني الاستقامة، يعني أن تكون خائفا من زلات نفسك. النفس تريد وتريد وتريد، لكن لو أعطيتها سؤلها يوم من الأيام بعد يأتي وقت يفتضح فيه الإنسان ويسقط من عين غيره. لذلك لاحظ في الدنيا هل يقدر الإنسان أن يفعل فاحشة أمام والديه؟ ممكن؟ يستحي. أمام الناس في الطريق يستحي. يستطيع أن يرى صورا محرمة في جهاز هاتفه أمام والديه؟ يستحي. أمام الناس في الشارع يستحي. وكنت أهون الناظرين عليه كأنك أهون الناظرين إليه وأخف المستخفين. نعم، كنت أستخف بنظرك. لذلك الويل لي ثم الويل لي إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه خذوه. ما يوجد رحمة هناك يأخذ الإنسان جزاءه. خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجي عشيرته ولا تنقذه قبيلته. من نار اللظى، من نار نزاعة للشوى. من نار تنضج الأكباد والكلاب. من
نزاعة للشوى. سيدي إن كنت رحمت مثلي فارحمني، وإن كنت قبلت مثلي فاقبلني. يا قابل السحرة اقبلني، يا من لم أزال أتعرف منه الحسنى، يا من يغذيني بالنعم صباحا ومساء. ارحمني يوم آتيك فردا شاخصا إليك بصري مقلدا عملي. قد تبرأ جميع الخلق مني، نعم وأبي وأمي ومن كان له كدي وسعي. فإن كنت رحمت مثلي فارحمني، وإن كنت قبلت مثلي فاقبلني. ثياب أهل النار من قطران من الحديد المذاب المشتعل على الأجساد، وفوق الرؤوس نارا وتحت الأرجل نارا. ولو أن سربالا من سرابيل أهل النار نشر بين السماء والأرض لمات الناس من رائحته.
كيف بمن يوضع عليه في الآخرة. سيدي يا الله يا أرحم الراحمين، كيف يخدعني الشيطان، كيف تخدعني نفسي، كيف يزين لي عدوي وأستجيب له مطيعا. يوم القيامة أقول يا رب هذا الشيطان أغواني، يقول لي لا تلوموني ولوموا أنفسكم، إنما دعوتكم فاستجبتم لي، أنا ما أجبرتكم. يا رب يا رب يا رب أعني على نفسي بما تعين الصالحين على أنفسهم. سيدي 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 اقبل مني اليسير من طاعتك واعفو عني الكثير من مخازي وعيوبي يا أرحم الراحمين. لا تبعدني عن سادتي وموالي، اجعلني من المقتدين بهم لأكون منهم، ومن تبعني فإنه مني. يا رب اجعلني من المقتدين بالعباس. انظر إلى المأموم الكامل، انظر إلى المأموم المؤمن. الحسين انتصر، لكن انتصر بجيش صالح برجال صلحاء مؤمنون، وكلنا جندك يا حسين. سيدي يا عبد الله، سيدي خجلون مما تراه وتعرض عليك من أعمالنا، لكن يا سيدي شيطان أغوانا، نفس أمرتنا، دنيا تزينت لنا، فبحق العباس عليك أبا عبد الله توسل إلى الله في توبتنا، توسل إلى الله في أوبتنا، توسل إلى الله في قبولنا، وإلا العباس المأمول الكامل يضحي، لكن كيف يضحي حتى فكره لا يخالف فكر إمامه. أبو فاضل ما وصية أمك؟ وصية أمه أبو فاضل لما تزوج أباك علي إلا لكي يسفك دمك بين يدي إمامك الحسين. بيض وجهي أمام الزهراء الشافعة سيدة النساء المظلومة المصفوع على خدها. أبو فاضل، ولذلك أبو الفضل العباس لا يمكن أن يشرب الماء أو يفكر في شرب الماء وأخوه الحسين عطشانا. يستأذن من أخيه، ما يتقدم على أمر إمامه، يمتثل قول النبي: المتقدم لهم مارق، المتأخر عنهم زاهق، اللازم لهم لاحق. سيدي إذن لي حتى أسقي العطاشة من الأطفال. شوفها هذه الإمنية، هذه العبودية لله. إني أنا العباس، إني أنا العباس، يعني أصلا وجودي لا يكون عباسا إلا بالحسين، ولا يكون لي عزة إلا بالحسين. وإذا بالعباس ينزل إلى الماء، يملأ القربة ماء، يمد يده إلى ذلك الفرات. تدري ليش؟ حتى يذيق نفسه برد الماء ويمتنع عن شربه قربة إلى الله عز وجل. ما يقدر يشرب. كيف اشرب واخوه يا حسين عطشان سكنه
والحرم واطفال رضعان، وبين قلب العليل التهى نيران. لكن يا مؤمن يا موالي يتذكر وصية أمه أم البنين، تقول له أم البنين تصيح يا عباس يا حشام يا ثمر قلبي تستمع مني وصاياك، اقسم عليك بلبن صدري الغذاء، لمن نزلت المشرعة لا تشرب الماء، لا تشربه قبل الاخو يا ابن الاماجيد، وخلك درع الحسين يا درع الصناديد، وعينك ابو فاضل وعينك على زينب ليكون عقبك الطيب. ترى الحرام بالسفار تريد حمام، اوصيك يا ابني بزينب ترى هي هالعقيله المعصومة الصغرى فخركم يا الحمولة، بعد الفضل لا تصير عقبك العين الهمولة، ومن ديرة لديرة وتالف الدواء. الله لأنعمنك عينا زم الغربة على عاتقه، ركبا مطهما قصدا خيام الحسين، وإذا بالنداء حولوا بين العباس والخيام، اصطفت الصفوف، وإذا بالحسين يرى أخاه المأموم التام ولي الله الصالح المطيع وحيدا فريد، جاء إليه الحسين أخي استند إلي وأستند إليك، حامي عني وحامي عن، وإذا بهما يكثر القتلى في القوم، يتساقطون كالجراد المنتشر حول الحسين والعباس، هذا يضربه العباس بسيف، ذاك يضربه الحسين برام، وهكذا إلى أن جاء النداء من اللعين فرقوا بينهما. يا الله يا الله، فرقوا بين العباس والحسين في أمان الله يا أبا الفضل، في أمان الله مولاي أبا عبد الله، الملتقى في الجنان وأنت قطيع اليدين وعباسا. يا الله بقي العباس وحيدا فريدا، لا ناصر ولا معين، حالوا بين الحسين بينما الحسين وبينما الحسين ينظر، انظر معي وهو يرى العباس، واجتمعت عليه الصفوف ومالت عليه الألوف، السيوف مشرعة الرماح مشرعة، خربوا من العباس. يا الله جاءه لعين من ورائه فاتحا معه، يا الله يا الله يا الله يا الله، فاتحا معه شاهرا سيفه، انظر معي من وراء العباس، ذاك شاغله وذاك من ورائه، وضرب العباس على يمينه. وإذا بها بترها أخذ السيف بشماله، غيرها بهن بدمه، يقاتلهم بشماله ابن علي قتال المشركين، وإذا بلعين آخر أقبل من وراء العباس شاغله من أمامه شخص. يا الله يا الله يا الله
وقد أمسك تلك الراية إلى صدره، وإذا باللعين ينادي عليكم بالسهام. شرعوا السهام ناحية العباس، جاء سهم يا الله يا الله يا الله وقع في رقبة العباس. يا الله غير آبه جاء سهم آخر وقع في القربة أريق ماؤها. أما الثالث ففي صدره، الرابع في رقبته، الخامس في صدره يا علي. وجاء السهم جاء السهم جاء السهم جاء السهم جاء السهم يا علي يا علي يا علي وقع في عين العباس. عباس وسيدة انظر معي. أبا الفضل على فرسه، الدم ينزف من يمينه من شماله من عينه. يا علي يا علي رفع العباس رجليه من الركاب، رفعهما ردا دنا رأسه أحنا، وضع السهم بين رجليه. يا علي يا علي يا علي جاء بذلك العمود ذاك اللعين. انظر انظر يركض 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 يا علي يا الله يا الله يا الله. ضرب العباس على هامته. وقع العباس من على فرسه. لكن انظر معي انظر معي بقلبك الطاهر بنفسك التقية. انظر معي العباس والسهام في صدره، ما إن نزل من شدة ضربة العمود حتى تداخلت السهام في جسده. انت مؤمن يا الموالي ما شايف العباس وما رايي، ما ادري ايش حال اللي كان اخوه وش حال اللي كان اخوه. يا علي وجاء الحسين جاء الحسين. انظر الحسين واذا بظهره مكسور. يا علي جلس الحسين ماذا رأى ماذا رأى؟ ورأى ذلك القمر مخسوف. راد أن يضم العباس إلى صدره. يقدر يضم أبو علي، تقدر تضمه ما يقدر. تدري ليش؟ لأنه إن ضمه إلى صدره آذاه السهم الذي في عينه. يا رب انظر ظلامة آل محمد. يا رب بئس قوم لم ينصروا ابن بنت نبيهم ويفرحون في أحزان آل نبيهم. وكأني بالحسين نادى الآن انكسرت ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي. ويلي ويلي كأني به جلس عنده. لكن تدري العباس أغمي عليه أغمي عليه. ما الذي أفاقه من غشوته؟ تدري شنو؟ إنما مد الحسين يده إلى السهم يريد أن يخرج. يا أخويا انكسر ظهري انكسر ظهري. وتدري بالانكسر ظهره ما يقدر على القومة، ما يقدر على القومة. ملتفت وش يقول لحسين؟ يقول له من جيت وشفت
أشراق. يا خويا شلون أصد عنك وانت مرمي على الغبار، سيفك عثر والواك يمينك عثر ويسراك. يقول له القضاء يا عباس حايل بينك وبيني. تمنيت ابو فاضل، تمنيت سهم صاب عينك صابني بعيني وسيف القطع يسراك، قطع يسراي ويمين. ابو فاضل ما عندك؟ قال ابلغ زينب السلام، ابلغ زينب السلام، بلغها، قل لها ملكت الماء لكن خرقوا الجود، لا تقول خليت على التربة. عباس تسمع زينبا تدعوك من لي إذا العدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي إن كان للعباس محبة ومنزلة في قلب الحسين انظر إلينا بالتوبة. إلهي إن كان للعباس حق عندك فانظر إلينا بالفرج العاجل يا الله. اللهم اشفي كل مريض، فك كل أسير، رد كل غريب، اشغلنا بعيوبنا، عنا على إصلاح أنفسنا. اللهم بحق محمد وآله احفظ مراجعنا، علماءنا، احفظ المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها والعتبات والحوزات. عجل لوليك الفرج والنصر والعافية. جماعتي الحاضرين لا تخرجهم من مكاننا المقدس هذا إلا بحوائجهم أجمعين، وأنت القادر على ذلك يا رب العالمين. وشاف المرضى سيما المنظورين، إلى أرواح موتى العلماء والشهداء، موتى المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ للجميع الفاتحة مع الصلوات.